الراقصة اللي اتكلم عنها الشيخ الشعراوي وقال لها أنا غيران منك يا تحية، صاحبة الرقم القياسي في الجواز، قضت 100 يوم في السجن وساعدت السادات في الهروب من معتقل الإنجليز. الشيخ الشعراوي كلف محامي عشان يرفع لها قضية عشان تاخد شقتها بعد طلاقها من جوزها، النجمة اللي كانت حريصة على إنها تساعد كل مجرمة في سجن النساء، الشابة اللي هربت من ضرب أخوها ليها لكازينو بديعة مصبني. تحية كاريوكا الراقصة اللي هزت عرش مصر، صاحبة الرقم القياسي في جوازاتها، ما ضيعتش وقت، اتجوزت 14 مرة، وعلى رأي المثل اللي بيقول مدوبهم 2 بس دي دوبة 14. يلا نشوف ايه الحكاية. بدوية محمد علي المعروفة باسم تحية كاريوكا، مواليد محافظة الإسماعيلية، ومن صغرها بتحب الرقص والغنى. حبها فيهم وصلها إنها تتعرف على الفنانة محاسن محمد، وبعديها راحت لبديعة مصبني اللي رحبت بيها إنها تكون معاها في السينما والمسرح. وبدايتها كانت في 1940 برقصة الكاريوكا المشهورة، ومن وقتها ابتدت شهرتها، وكان ليها مدرسة رقص جمعت فيها الرقص الشرقي بالغربي. طب امتى اعتزلت الرقص؟ تحية اعتزلت الرقص في نص ال50 سنة لما راح جمالها ورشاقة جسمها ووزنها زاد، بس في نفس الوقت وقتها كله بقى تمثيل، وعملت عدد كبير من الأفلام، أكتر من 51 فيلم و3 مسرحيات. ومش بس كده، لا دي كمان دخلت في مجال السياسة. تحية كاريوكا وقصتها مع الجواز. راقصة ليها كاريزما خاصة، وقع في حبها كل الرجالة لدرجة إنها اتجوزت 14 مرة، وده اللي كلنا عارفينه. إنما في ناس بتقول إنها اتجوزت 17 مرة. أزواج تحية كاريوكا كانوا 14. أول جواز ليها كان 1932 من ابن شقيقة بديعة مصبني أنطوان عيسى، وانفصلوا سنة 1940. أما تاني مرة كانت في نفس السنة 1940 من محمد سلطان باشا، 6 شهور، وانفصلوا بسبب إنه مش عايزها ترقص. أما بقى تالت مرة كان ليفي الضابط الأمريكي، وده انفصلت عنه بسرعة. أما رابع مرة من المخرج فطين عبد الوهاب، وده بقى كان بيغير عليها جدا، فده كان سبب الانفصال. بعدها اتجوزت الفنان أحمد سالم اللي انفصل عن مراته عشان يتجوز تحية من كتر حبه فيها، وسافرت معاه فلسطين، بس تحية كان ليها رأي تاني وانفصلوا عشان الشائعات. السادس بقى كان حسين عاكف طيار الملك فاروق، فضلوا شهرين مع بعض وانفصلوا. شكل اعتراضك كتير يا تحية، هو حد لاقي حب؟ أما السابع بقى رشدي أباظة، وطلعوا على لبنان وانفصلوا بسبب إنها شافته في مالها ليلي في وضع مش كويس مع فرنسية. ما كانش في اي حاجه تبين ان احنا هنتجوز بعض، زملاء اتقابلنا وبعدين هو ما كانش معروف وكان بيتكسف جدا. وتامن مرة كان المقدم مصطفى كمال صدقي من ضباط الملك البكباشي، وانفصلت عنه بسبب اعتقاله سنة 1952. أما التاسع عبد المنعم الخادم، كان شاب مشهور بوسامته وإنه غني، فضلوا مع بعض 5 سنين، ودي بقى كانت أطول فترة جواز لتحية، بس انفصلت عنه سنة 1956 بسبب إنه عايزها تعتزل الفن. معلش يا تحية، طلبات الرجالة كتير، غيرانين عليك. والعاشر بقى كان البكباشي طبيب حسن حسني، اللي انفصلت عنه لما عرفت إنه في علاقة بينه وبين الفنانة صباح، ومن صدمتها كانت بتحاول تنتحر وحاولوا ينقذوها بصعوبة. بعدها اتعرفت على المطرب محرم فؤاد وانفصلت عنه 1959. تسكت على كده تحية كاريوكا؟ لا طبعا، اتجوزت تاني من أحمد ذو الفقار صبري سنة وانفصلوا، واتجوزت من الكاتب المسرحي الراحل فايز حلاوة وفضلوا 18 سنة. ياه، أخيرا يا تحية، بس في لحظة كده انفصلوا بسبب مشاكل وخلافات وانتهت بقضايا في المحاكم. تفتكروا تحية ما كانش ليها حظ في إن جوازها يستمر؟ ملناش دعوة، بس تحية جالها الحظ أخيرا، اتجوزت من المخرج حسن عبد السلام اللي فضل معاها لحد آخر لحظة في حياتها. تحية كاريوكا فرقت الحياة وهي 80 سنة بسبب جلطة في الرئة بعد رجوعها من العمرة. وبعد كل الجوازات دي وانفصالها من أكتر من زوج، تحية ما كانش عندها ولاد، ولما وصلت لسن ال80 اتبنت طفلة صغيرة، واللي اهتم بيها بعد وفاتها كان صديق من أصدقائها المقربين. مستنيين تعليقاتكم وآرائكم، وما تنسوش تعملوا شير لو الفيديو عجبكم. استنونا في الفيديو الجاي بحكاية جديدة وسر جديد.